رئيس الجمهورية يفتتح مشروع تطوير وتصدير القات. رئيس الجمهورية يقوم بزيارة تفقدية لسوق عنس. رئيس الجمهورية يبعث علاقية قات تهنئة إلى الرئيس الصيني. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم من قناة اليمن الفضائية. هذه نشرة الأخبار يقدمها لكم صاحبي اليمني. قام صباح اليوم رئيس الجمهورية بقص شريط افتتاح مشروع تطوير وتصدير القات إلى جميع بلدان العالم. هذا وقد رافق الأخ الرئيس المقوت عددا من الموالعة والمقوتين والمبزرين. قام رئيس الجمهورية بزيارة تفقدية إلى سوق عنس المركزية، اطلع خلالها على سير العمل والبيع والشراء. وفي الزيارة التقى فخامته بكبار المقاوتة واستمع منهم إلى بعض الإطروحات المتمثلة بالقات الرداعي القادم من مزارع التكفيريين والدواعش، واعدا إياهم بمقاطعة القات التكفيري والداعشي حتى إيجاد البديل. وفي ختام الزيارة شدد فخامته على عدم بيع القات البارحي البائت باعتباره يهدد السلم والصحة والشراكة الوطنية. قام الأخ الرئيس اليوم بإرسال علاقية قات تهنئة للرئيس الصيني بمناسبة تأييده الانقلاب، جاء فيها باسمي وباسم كل المقوتين نبعث لكم هذه العلاقية القات الصعدية لتأييدكم الانقلاب وفي إطر توطيد العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن جهته عبر شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عن فرحته وامتنانه لرئيسنا المقوت على علاقية القات الصعدية، آملا في المستقبل بعث الكثير من علاقية القات ومنها الأرحبي والهمداني. في الأخير نشكركم على متابعتكم لنا. كان معكم ملك الكوميديا اليمنية صاحبي اليمني، ونترككم الآن مع القسم الرئاسي للمقوت محمد بن علي الحوثي. أقسم بالله العظيم أن أكون مقوتا كما عهدتموني، وأن أحافظ على الصرخة، وأن أؤدي الصرخة بأعلى صوت ممكن، وأتمنى منكم إعانتي على ذلك.